تعالوا نبدأ الفيديو بتاعنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كلنا يلا ننزل نصلي على النبي في التعليقات. أنا ولا عزت ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهاردة هنعمل فيه نحشي فيه حشوات للسمبوسة أو نعمل فيه حشوات للسمبوسة تحفة جدا. ازاي نخلي كمان الحشوات اللي هي فيها بروتين نخليها اقتصادية شوية وأعمله كمان حشوة اقتصادية. تعالوا نشوف هنعمل ايه، بس ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناة. تعالوا نشوف أول حشوة معانا. كانت عبارة عن اللي هي حشوة اللحمة المفرومة. تمام. حطيت شوية من البصل المفروم وهبتدي أشوحه مع مادة دهنية، وحطيت حوالي 200 جرام لحمة يعني، أو حطي الكمية اللي انتي تقدري عليها. تمام كده. تقللي تكتري دي ترجع لك انتي. عشان نخلي حشوة اللحمة اقتصادية ونكترها شوية ممكن نحطها كذا، نحط لها كذا حاجة زي فلفل ألوان، بسلة، جزر مبشور، بقدونس. الحاجات دي كلها هتكتر الكمية وفي نفس الوقت هتخليها اقتصادية، وفي نفس الوقت برضو طعمها هيكون حلو قوي. تمام. فانتي حطي اللي تقدري تقدري عليه. ممكن عارفين كمان الذرة الحلوة دي ممكن نحطها كمان سواء على اللحمة أو الفراخ، مفيش مشكلة. وابتدي أحط بقى الفلفل والملح بتوعي. تمام كده. واديها تشويحة حلوة، وبعدين هنزل كمان بشوية بقدونس. زي ما قلتلك الأفكار اللي أنا قلتها لك اعمليها واحشي بيها زي ما تحبي. ممكن تسيبيها لحمة خالص براحتك، كل واحد على حسب مقدرته. تمام كده. الحشوة التانية بقى بتاعت الفراخ برضو نزلنا ببصلاية مبشورة. وبعدين ده اللي هو صدر فرخة اللي هو الربع. تمام. ممكن بقى عندك كام شريحة بانيه تقطعيهم برضو مفيش مشكلة، انتي والمتاح عندك. هننزل بيه. هو كان بس للأسف أنا كنت مقطعة يعني قطع كبيرة شوية، كان المفروض أصغرها عن كده. وابتدي أشوحه. اديله برضو تسوية التمام. وبعدين هنزل بشوية فلفل ألوان برضو وجزراية مبشورة، وتدي لون كمان حلو قوي. انزل بقى بالفلفل والملح، حابة تحطي البهارات اللي انت عايزاها زي ما انت عايزة، بس انا بحب دايما الحاجة تبقى بسيطة. تمام. ما بحبش القطم الكتير في الحاجة. بص اللي هحطه، هحط شوية حبهان لانه بيليق مع الفراخ قوي. واحط كمان زعتر او روزميري زي ما انا حابة. الزعتر والروزميري بيليقوا قوي مع الفراخ، وانا تقريبا حطيت روزميري مش زعتر. تمام. هحط كمان شوية مية صغيرين عشان الجزرية تخش بس في التسوية. تالت حشوة معانا اللي هي البطاطس المهروسة أو حشوة البطاطس. أنا كنت جبت قطعت البطاطس دي مكعبات وحطيت عليها شوية مية وسويتها تمام لحد لما شربت المية. طب هزود لها إضافة بسيطة قوي. هزود لها إيه، حطيت مادة دهنية، وده كان عندي سجق مبشور. تمام. هشوحه وازوده على البطاطس. ممكن ازود السجق المبشور ده، ممكن ازود بسطرمه، ممكن ازود لانشون، ممكن ازود فلفل الوان، ممكن ازود ايه تاني، بقدونس، جبن موتزاريلا والكلام ده برضو كله شغال. لو قلت لكم الزيتون اقطعه برضو وازوده، كل ده يليق مع البطاطس جدا. اللي حابب برضو يحط لحمه او فراخ عليها برضو مفيش مشكله. تمام كده. واللحمة والفراخ برضو ممكن احط لهم معاهم بطاطس مبشورة. تمام كده. تمام. حطيت برضو الملح والفلفل بتوعي، وهنزل عليها بالسجق. انا يعني بحاول اهرسها شوية كده، بس بكسرها يعني مش بهرسها قوي. دول برضو بيدوا طعم حلو قوي وبيغيروا. ممكن اسيبها بطاطس سادة خالص برضو مفيش مشكلة. دي كلها افكار وانتي خدي اللي يناسبك. تمام كده. انا كده خلصت الحشوات بتاعتي وسبتها تبرد. وهبتدي بقى احشي السمبوسه. عجينه السمبوسه نفسها انا كنت عملتها معاكم السنه اللي فاتت. طب تعالوا اقول لكم الحشوه دي الاول. الحشوه دي عباره عن لحوم مدخنه انا جايباها جاهزه وعليها كاتشب. ودي برضو لحوم مدخنه بس عليها جبنه كيري. تمام. برضو بتبقى حلوه قوي في حشوه السمبوسه. ممكن انتي تعمليها في البيت، عندك شويه لانشون على سجق على مش عارف ايه، ممكن تعمليهم مع بعض وتحطي عليهم ايه،
تحطي عليهم يا جبنة يا إما تحطي عليهم كاتشب. واعمل المادة اللاصقة بتاعتي، جبت معلقتين دقيق وهبتدي يعني اخففهم شوية بمية كده عشان تبقى مادة لاصقة معايا. ارجع واقولك تاني ان أنا السنة اللي فاتت عملت معاكي عجينة السمبوسة. ممكن ترجعي للفيديو ده، هبقى احطهولكوا برضو تحت. ممكن ترجعوا لو انتوا عايزين تعملوها في البيت، بس السنة دي الصراحة انا ما قدرتش اعملها، فقلت اجيبها جاهزة واعمل الحشوات انا بقى بتاعتي اللي انا عايزاها. تمام كده. هبتدي بقى احشي. دي اول حاجة كانت اللحمة. بصي ما شاء الله كتيرة اهيت وجميلة وزي الفل. وابتدي الف معايا، وابتدي استخدم ايه الدقيق اللي هو اللي بيلزق ده بالشكل ده. تمام اهو. هبتدي بقى اشوف كمان حشوة الفراخ. طبعا بحط كل واحدة في جنب عشان ايه ابقى معلماها. هلفها بالشكل ده. ممكن برضو مع الاسماك نعمل حشوة تونة، ممكن برضو لو حد حابب يعمل كده. او سي فود بقى، لو عندك جمبري وسمك ممكن تسويه وبعد كده ايه تحشي بيه. نعمل بقى حشوة البطاطس. البطاطس دي يعني ملكة المطبخ، بنعملها حاجات كتير قوي، بندخلها في حشوات وبتليق مع اي حاجة. يعني انا بحس انها ما شاء الله بتليق مع اي حاجة. تمام. الحشوة بقى اللي انا قلتلك عليها اهي. انا قلت بس اديكي فكرة منها. دي برضو لما بنحشي بيها المخبوزات، الحشوة دي بتاعت اللحوم المدخنة والكاتشب بتبقى تحفة قوي برضو، والجبنة الكيري. اديكي افكار تانية برضو. الحشوات ممكن جبنة ميكس جبن مع مثلا بسطرمة، بس اخلي بالي البسطرمة حادقة، يعني ما كترش منها قوي مع ميكس الجبن لو في رومي، عشان الرومي حادق وايه والبسطرمة حادقة. برضو بتعمليها البسطرمة بصراحة بتدي اقل يعني كمية، بتدي طعم رهيب في الحشوات، حلوة قوي بصراحة برضو في الاستخدام. دي الجبنة الكيري. تمام. الافكار دي يلا نفذيها وحضري حاجتك دي. طبعا السمبوسه دي انا هحتفظ بيها في الفريزر وقت ما استخدمها بقى، سواء رمضان سواء واحده ست بتشتغل، زي ما انت عايزه. حطيتهم كل واحد في طبق هو الخاص بيه، وكاتبه بقى على تيكت يعني كل واحد محشي ايه. تمام. وابتدي بقى اغلفه بالاسترتش. لو عجبنا الفيديو ما ينساش اللايك والشير والاشتراك في القناه.